يا ترى إيه هي فقاعة الجسم أو البيرسونال سبيس اللي إحنا بنقول عليها المساحة الشخصية؟ جزء من الحاجات المهمة اللي إحنا محتاجين نعلمه لأولادنا، ويمكن إحنا ككبار محتاجين نتعلمه أكتر، حاجة اسمها البيرسونال سبيس أو المساحة الشخصية. بمعنى لو أنا قاعد كده بفرد إيدي على الناحيتين، أو بطلب من الطفل إنه يفرد إيده من الناحيتين ويرسم أو يتخيل إنه في دايرة حواليه. أي شخص محتاج يخش جوه المساحة الشخصية دي محتاج إذنك. فلو أنت حسيت إنك مش مرتاح، طبعا خد بالك أكيد إنه لو بيطبطب عليك يبقى أكيد اخترق المساحة الشخصية، لو هيبوسك أكيد اخترق المساحة الشخصية. فبعلم ابني أو بنتي إنه أي حد هيخش جوه المساحة الشخصية دي محتاج موافقتي. طب لو أنا مش مرتاح ومش موافق، بأدب شديد أقول له شكرا، أنا مش مرتاح إن حضرتك تقرب، أو شكرا ممكن أسلم عليه بإيدي ونكتفي بالسلام فقط.